شايفين كيف رهيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا كلكم طيبين ومبسوطين. اليوم ان شاء الله حنسوي بوف حجازي بمناسبة رمضان، وما يحلى رمضان الا بالبوف الحجازي والحشوة حقته الحلوة الجميلة. يلا نشوف طريقته معنا. اول حاجة عندنا 4 اكواب من الدقيق، هنسويهم هنحطهم كده. عندنا كمان ملعقتين من النشا بالشكل هذا. هنحط كمان ملح سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والملح كمان بيعقم العجين. دهنت يدي زيت عشان خاطر العجينة ما تلصق فيها واعجن براحتي. ونبدأ كده نقلبهم مع بعض. وطبعا انا في طاسة على النار حطيت 3 كوب زيت سخنته مرة، وهنبدأ نحطه فوق العجين بالشكل هذا. سمعين الصوت؟ ما يحلى رمضان الا بهذا الصوت. انا لازم اسمع في رمضان الصوت هذا. نفرك العجين تمام مع الزيت الحار، وهذا سر من اسرار البوف حقتنا. هنبدأ دحين نحط الموية بالتدريج. هنحط نص كوب ونعجن ونشوف نحتاج موية او لا. نبدأ نعجن. شايفين كيف العجينة ما لصقت في يدي؟ لان انا دهناها زيت. هنبدأ دحين نحط كمان شوية بس موية، لانه انا احس انها تحتاج، لانه لسه في عندنا هنا دقيق ما تلم معايا. نبدأ نلم نشوف. انا ما ابغاها عجينة مرة قاسية ولا مرة رطبة. شايفين قاعدة تتلم معايا؟ في المرحلة هذه ما تحتاج موية. هنبدأ في الحشو حقتنا. اول حاجة هنحط شوية زيت، 3 حبات بصل قطعناهم صغير صغير بالشكل هذا. انا ما ابغى البصل مرة يذبل معايا، يا دوبك حمسة خفيفة. نحمس البصل كده على خفيف. طيب نحن دحين ايش هنسوي؟ هنحط اللحم. عندنا نص كيلو لحم، اي لحم تفضلوه، لحم غنم، لحم بقر، اللي تحبوه. ونبدأ نقلب كده اللحم مع البصل. ولاحظوا ان البصل انا ما قمرته ولا اديته لون ولا اي حاجة، يا دوبك بس خد حمسة خفيفة. ونبدأ نحمس كده مع بعض. في بعض الاحيان ناس تحط اللحم اول وبعدين تحط البصل، ينفع وبدون زيت خالص، بس انا خليته بالطريقة هذه افضل يعني، وانتوا على راحتكم يعني ما عندكم اي مشكلة. ونبدأ كده نقلب مع بعض. وهنبدأ دحين نحط البهارات. البهارات حقتنا جدا بسيطة وسهلة. ملح، عندنا الملح بالشكل هذا. طبعا الملح حسب الرغبة. هنحط حوالي ملعقتين صغار. هنحط فلفل اسود ملعقة كبيرة. هنحط كمون كمان، وهو مكون اساسي في هذه الاكلة. حطيت ملعقة كبيرة. في المرحلة هذه لو تبغوا تحطوا شوية قرفة نقطة براحتكم، بس هي ما يتحط لها، بس ملح فلفل اسود وكمون. نقلبهم كلهم كده مع بعض. هنبدأ نحط نص ربطة بقدونس. نبدأ نقلبه كده. خلاص نطفي عليه النار في المرحلة هذه، وهنحط باقي الكمية والنار مطفية عشان الورقيات كده تكون فريش. ونقلبهم كده مع بعض. وطريقة البوف الحجازي الأصلي هم في المرحلة هذه يحطوا بيض مسلوق مقطع صغير صغير. المطبخ المصري إذا ما عجبكم الفكرة كنسلوها، بس نحن هنسويه على طريقة البوف الحجازي الأصلي. هنحط بيض مسلوق مقطع صغير صغير. حطيت أنا شوية من الخل، وحبدأ أعقم الكاونتر حقي عشان أفرد العجينة عليه ويكون ما في أي ميكروبات. الخل يا جماعة بيعقم وبيقتل البكتيريا على الكاونتر. وهنبدأ نحط شوية من الزيت، شوية بس. تقدروا تحطوا رشة دقيق عادي، ما عندكم أي مشكلة، اللي يريحكم. وهنجيب العجينة حقتنا ولازم نغطيها حتى إذا أخذنا منها. هناخد نص الكمية بالشكل هذا، هنقسمها كده نصين، وهنغطيها برضو عشان نسيبها ترتاح. ونبدأ هنا. شايفين كيف ملمسها لما ارتاحت؟ ملمسها ناعم وبتنفرد بكل سهولة. وهنبدأ من النص نفرد كده، ومن هنا كمان نفرد كده بأقوى ما عندك. والعجينة يا جماعة كل لما تسيبيها ترتاح كل لما تكون سهلة معاكي في الفرد.
ونبدأ نفردها. بنحاول نخليها مربعة عشان حوريكم ايش هنسوي. هنبدأ نقص الزيادات بالشكل هذا ونشيل اللي ما نحتاجه، وهنبدأ هنا كمان ونقص الزيادات ونبدأ كده نشيلها. عندنا 3 حبات بيض مسلوق قطعناه صغير صغير، يعني قد ما نقدر، ونقلبه كده مع بعض. طبعا اللي ما يحب يقدر يستغنى عن الخطوة هذه، بس هم أهل الحجاز ياكلوها كده. شايفين كيف لما ارتاحت معايا صارت تنفرد بكل سهولة. هنبدأ دحين نخليها، نجيب هذا موجودة عند الأدوات المنزلية، هنبدأ نقطعها زي كده بسم الله، وهنبدأ برضو نسوي زي كده، وهنبدأ نشيل كده. هذه نعجنها سيبها ترتاح ونكمل برضو بيها شغل. ونيجي للمقاس الأصغر، يعني هذا المقاس اللي قطعنا فيه، هذا المقاس اللي قطعنا فيه هناخد المقاس الأكبر، وهقول لكم ليش. هنيجي نجيب العجينة حقتنا بالشكل هذا ونضغط كده لجوه. طيب نضغط كده، وهنسوي نص بالجبنة ونص باللحم حقتنا. هنجيب اللحم وهنبدأ ندخله كده، وزي ما قلت لكم الجوانب ابغاها نظيفة، وهندهن الأطراف بالشكل هذا زي ما انتم شايفين كده. ونيجي هنا شايفين كيف، ونضغط مرة بقوة، نشيل الزوايد. هذه الزوايد ما ترموها، هنعجنها ونشتغل بيها. شايفين كيف؟ طيب انا ما ابغى اقليها دحين، هنرشها عادي بالدقيق ونحطها في صينية ونغطيها، وبعدين نحطها في الفريزر وتسيبها الين وقت ما نحتاجها يعني. طيب انا دحين هكمل لكم باقي الكميه واوريكم كيف تفرزنوها. طيب لو ما تبغوها بلحم ممكن كمان تسووها بجبنه وبقدونس، بس جبنه وبقدونس. ممكن تحطوا معها واحد فلفل حراق للناس اللي تحب الاشياء الحاره، وممكن كمان تحطوا فلفل رومي. انا اكتفيت ببقدونس وجبنه بس. وهنبدا نحط الجبنه، ولاحظوا اني ما حطيت كتير عشان ما يخرج وما يطلع اثناء القلي. ونيجي برضو نضغطه كده بسم الله. طيب انا جهزت هذا كله. هذا انا حفرزنه، رشيته بالدقيق وحغطيه بكيس وححطه في الفريزر الين احتاجه. انا هذا حقليه، حوريكم كيف نقليه لانه ليه طريقة. يلا نشوف الطريقة. اول حاجة حنجيب بالشكل هذا بسم الله ونحط بالشكل هذا. لازم الزيت يكون غزير. نبدأ كده نحط، نبدأ نرش بالشكل هذا كده شايفين كيف، ونبدأ نقلي باقي الكمية بسم الله. وبكده خلاص وصفتنا جاهزة. هذه أستاهل تقولوا لي عليها الله 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 عليك يا ام عمر. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. استنوني في وصفات ثانية. أحبكم مرة. باي باي.